اولا بغيت نقول لكم عواشركم مبروكه. الله يتقبل منا ومنكم الصلاه والصيام والقيام يا رب. هنا في راويا لاند ما غاديش نقول لكم من كل فن طرب، ولكن غنقول لكم باللي غنسافروا مع بعض في عوالم وازمنه مختلفه. غنعيشوا مع ناسها، ابطال قصصنا ورواياتنا، اعرافهم، تقاليدهم وافكارهم. يقدر ماشي كاع الشخصيات يعجبونا ولا يتفقوا معنا ونتفقوا معهم ومع مبادئنا وزماننا، ولكن حنا هنا ماشي باش نحكموا عليهم، حنا هنا باش نسمعوا ليهم. بسم الله بديت وعلى النبي صليت، وهاد القصة ليكم حكيت. هذا زمان ماشي زماننا. ما كانش عارف باللي اللي غتعتق حياته غتكون هي قدره. كان الجو قبل المغرب، السما بدات كتصبغ بلون دم الغزال. السي طاهر قايد مشيخة القبيلة في الثلاثينات من عمره، كان راجع على عودو البرقي من سوق الخميس. طاهر كان راجل صنديد، كتافو عراض، وجهه محفور بسمرة الشمس، وعينيه بحال الصقر لونهم مايل للسواد. أنف روماني داير رزة على راسو، لابس جلابة بزيوية وفوق منها سلهام خمري كيبان فيهم بلي طويل وضخم البنية. فجأة في وسط الشعبة خالية خرجوا ليه 4 ديال الرجال ملتمين بالرزة. دور عينيه عليهم وعرفهم. علاش اللي ما يعرفهمش؟ هادو هما ولاد بن عيسى اللي بينه وبينهم عداوة قديمة على حق الماء وحدود الأرض، عداوة اللي شربات من دم الجدود. طاهر ما هبطش من فوق العود، جبد الخنجر وصاح فيهم. الرجال كيتلاقاو في المرح ماشي في الخلايا ولاد الحرام. بداو مني منك، دقة فيهم دقة فيه. طاهر كان صحيح طيح منهم جوج، ولكن الحمية كتغلب السبع. واحد ضربو بالهراوة للكتف والاخر شرطو في جنبو بالخنجر. طاح طاهر والدم بدا كيسقي الارض. وفي ديك اللحظة سمعوا صوت عياط بعيد وصوت الناقوس ديال الغنم. خافوا لا يتفتحوا وهربوا ورا الشجر، مخلين داك السبع كينزف. مريم كانت بغنيمتها، دايزة بنت 18 عام، ولكن بعقل يوزن بلاد. زينها حار، وجهها منحوت بحال الخيل، عينيها كحلين بلا كحول من كثرة سواد شفارها الكتاف واللي لعيونها راسمين. شعرها ضفاير كيوصلوا للحسام. كانت لابسة ملحفة زرقاء ودايرة الصاية من الفوق، وفوق وجهها دايرة لتام خفيف. فاش شافت المنظر ما هرباتش وما غوتاتش، عرفات باللي هاد الراجل همه وشان غير من لباسو، وفهمات باللي هادوك الربعة محامين عليه ومعدين عليه. جرات عنده وزحزحاتو بالقواد، العصا اللي كتكون عند السارح اللي كيسرح بها البهايم زعما. بان ليها غايب، هزات راسها ودورات عينيها، بان ليها عاودو راه فين واقف. مشات جابتو وتحنات عند الطاهر، تعافرات معاه، جرت كستو لفوق الخيل ديالو وساقتو لواحد الكوري بعيد شويه على دارهم ودوارهم، فين كتعزل الاغلبيه النعاج الوالدات. خبات مريم الطاهر وسط التبن الدافي ومشات لخيمتهم. دخلت للدار من بابها الخشبي المقوس القصير اللي في الوسط ديالو كاينين جوج خرصات ديال الحديد، الصغيره للعيالات والكبيره للرجال. وسط الدار كانت وسعه كبيره، وسطها كاينه المضموره وجنابها دايرين البيوت. توجهات لبيت الكلاس اللي كان مفرش بالحنابل والمخاد ديال الموزون. طلات على مالين الدار، لقات باها الحاج جلالي، راجل شيباني كيدبب ما بقى ليه في العمر، ما كيشوفش مزيان وحتى السمع نقصلو شي شويه. واختها فطومه كبر منها بعام تقريبا، مسكينه نيه على قد حالها، طبيبزه شويه وحتى هي زينها من زين اختها، شابهين المهم الله يرحمها. كانت جالسه فطومه في الارض هي وباها حاطين الحسوه وشي مخيمرات. تخطاتهم وزادت الكوزينه، هزات شله وما خلات. جات خارجه وهي تعيط لها فطومه: مريامه، مريامه، اجي تعشي؟ لا لا، غير كولو اختي فطوم، هاني شويه وجايه. رجعات مريم للكوري وبدات كداوي الطاهر باللي عطا الله وبداكشي اللي عرفاتها امها واللي ورثته لها من صغرها. هي كانت فطينه واخا صغيره، كانت كتحضي امها اش كدير، وكانت كتسولها
وحتى الحاجة ميمونة ما كانتش كتبخل عليها وكانت كتعلمها. الحاجة ميمونة كانت تقريبا بحال قلتو شكل د الحكيمة في القبيلة. غسلات مريم للطاهر الجرح بالما والملحة، وحطات عليه الخزامة مدقوقة مع الشيح والعسل الحرة باش يحبس النزيف وما يبقاش يسيل الدم. غبطت ليه جنبو بشال نقي ديالها. هو هو اللي كان كيشوف شكون هادي اللي كتدخل عندو بالحيك مغطيه وجهها وما كتهضرش معاه الا لا سولها وكتجاوبو بنعم ولا لا. طاهر وسط غيبتو كان كيشوف غير خيال ديال وحده بحال الملائكه كتعطيه الحسوه الشعير بالسم البلدي داخله خارجه عليه. ومره كيتواقد ويحاول يستوعب فين راه. قادات ليه الامور وطمأنت عليه وزادت خلفه مع الطريق. رجعات لدارهم لقات باها نعاس، اختها مازال كتسناها واقفه ليها في فم الباب. فطومه دايره يديها على بجوج على جنابها وقالت ليها: ولا واه، فين باقا ضايعه حتى لدابا في الخلال الليل هذا؟ مريم دفعاتها من الباب ودخلات. وبازا في تيتيم، راكي عارفاني ما كنبغيش نخلي الشغل ورايا وما مكمولش. تعشات وصلات وتخشات في بلاصتها في بيتها هي واختها. كان بيت صغير فيه شريج بمربع صغير وفيه حاطين فانوس شاعلين فيه الشمع، وكل وحده مفرشه لراسها في الارض مقابلين مع بعض. تخشات في بلاصتها وغير غمضات عينيها تفكرات الغريب اللي عتقات. ابتسمات وهي كتفكر بميمتها الله يرحمها، وهي كتعاون العيالات وكتعلمها الخلطات د العشوب وكل حاجه لاش كتصلاح. نعسات وغرقات في نعاسها. داز الليل بخير. طاهر الحمد لله ما طلعتش ليه السخانه، والصباح تواقد وقف على رجليه واخا الوجع باقي فيه وزاد خلفه مع الطريق. فاقت مريم مع الفجر كي موالفه. تفيق كل نهار مع باها كينوض يمشي للجامع، وهذاك هو وقتهم كاملين. عسات على باها حتى خرج قبل الاذان باش يلاه كيمشي بشويه عليه دقه دقه ويلاه يوصل. غير خرج باها وجدات فطورهم كاملين وهزات له معاها حتى هو ومشات تطلع على هاد الغريب. جايبه ليه الحسوه حتى لقات الكوري خاوي غتبن والريح. عوجات فمها وقالت: مشى يكون داكشي قضى فيه. انا درت اللي عليا الله يعاونو. هو اللي مشى كيكابر ركب على عودو وصاقو بشويه غادي وحاضي جنابو حتى قرب يوصل لعرينو. هما يبانوا له رجالو مشتتين وغير كيدوروا تما كينات في الارض. قشعوه واحد منهم وجا كيجري لعندو. عرفوا غا من عاودو سلهامو: سي طاهر سي طاهر، واش جماعه لقيت جا. تجمعوا عليه وعاونوه، ركبوه الخيل وجروه به لدارو اللي كانت كبيره ماشي فحال الدار ديال مريم، دايره بحال شي قصبه صغيره. كانت اكبر دار واعلى وحده في داك الجبل في داك الدوار. دخلوه مع الباب الخشبي الكبير وفيه مسامير حديديه كبيره. لقاو مو الحاجه الشريفه كتسناهم، كتمشي وتجي في قلب الدار ملتمه وكتشير ليهم. بقات كتشير ليهم حتى دخلوه لجناحو وجابوا له الحكيم اللي دار خدمته وقال: شكون الشاطر اللي اعتقصيد القيد؟ الجرح تنقى مزيان وبدا يتجمع. واش شي واحد من تلامذ الحكيم الكبير؟ طاهر سكت ما جاوبوش وتفكرها هاديك الزعيمه الشجيعه اللي اعتقاتو بيديها، ومن يديها ما هي شيبانيه ما هي متوسطه باينه فيها باقه صغيره. عاود الحكيم عقم له الجرح من بعد ما قلبو مزيان وحيد الشال ديالها باش كانت حازمه ليه الجرحه. هزو الطاهر وقربو لعندو، شاف فيه وهو كيقول مع راسو: جميلها طوق في عنقي. وهو كيفكر كيف يردو لها دخل واحد النسيم خفيف وصلو شي رويحه خفيفه لنيفو. قرب لعندو الشال وهو يشم رويحه نقيقيه وخفيفه ديال الورد والخزامه، وجمعو بين يديه. هز عينو بلا ما يهز راسو في واحد من رجال المخزن ديالو وقال: العربي ولاد بن عيسى طغاو وعينا نميكو، هاد المره خاص يوصلهم الجواب. جاوبو العربي تا هو وقال: اليوم قبل غدا سيد القايد. حرك ليه راسو لليمن مع اشاره بعينو بمعنى تحرك. تقدمات الحاجه الشريفه اللي كانت مرا كبيره في السن ولكن باقا مقده براسها، باقا تدك وتدردك.
عينيها مكحلين كيبانوا حادين، وبعض التجاعيد كاينين على وجهها. لونها خمري ولابسه منصوريه في البلون كاسي، ولاويه على راسها شالباج. جلسات حداه وقالت: ولدي، بغاو يرزيوني فيك وليدي، الله ياخد فيهم الحق، لا تبقى شي تخرج غا وحدك، عود ديما خلي معاك المخازنيه، راه لا خطيتي انت ما حنا في خير. باس ليها راسها وقالوا هو عاقد غباشته: كوني هانيه الحاجه، كوني هانيه، جوابهم غيوصلهم. دازت 10 ايام، برا فيها الطاهر ورجع لقوته ولشغالو، ما مساليش ومشغول مع شغالات البلاد والناس. ولكن مرة فاش كيدخل لبيتو ويشوف داك الشال ويشم ريحتو، كيتفكر جميل مولاتو وكيف يردوا لها. وفي هذا النهار كان جالس شاد في يديه نيت داك الشال، حتى بالو العربي دايز بالزربة وهو يعيط له. العربي قرب: الكوري اللي جيت الكودية ديال من؟ العربي صغر عينو كيتفكر: اه، هذاك ديال الحاج جلالي الفقيه، الامام القديم ديال الجامع، دابا راه عيا مسكين ما بقاش يشوف مزيان. اه، وعنده شي ولاد؟ اياه السي القيد عنده غير 2 بنات، امهم ميتة الله يرحمها، دارو هي اللي جات الاخرى في الطريق اللي حفرنا. امم واخا. دورها في راسو اللي دارو من واحد الموضوع، مو اصلا هادي مده تصبح بيه وتمسي بيه. كيقول لها غير واخا واخا، ايوا يجمعهم بجوج ويتهنى من الحاجه ونقيرها ومريم وجميلها. وزاد راجع للكوري فين كانت كداويه مريم، ربط عاودو في واحد الشجره وبقى واقف كيتسنى واحد المده اللي ما كانتش قصيره. دخلت النعيجات دياولي للكوري وانا نتفكر تاني داك الغريب، وليت فين ما نجي لهنا يطيح في بالي شكون يكون ومالهم معاه دوك النهار. باينه فيه من لباسو من الناس الكبار، غيكون شي تاجر وقيله. جيت خارجه باش نرجع في حالي للدار، مع خرجت كيبان ليا من بعيد بخيلو واقف تحت واحد الشجره. هذا داك الغريب، ها هو واقف على رجليه صحة سلام. دورت عيني يمين وشمال، لا يجي شي حد دايز. هذا اش بغا ولاش جاي؟ طاهر شاف مريم وهي بالحيك جايه لعندو، وقفت بعيد عليه شويه وهي باقا من التما وبقات كتسنى شنو غايقول. شاف فيها وقال بصوت رزين ودخل نيشان في المقصود: انتي البنت الكبيره ولا الصغيره للحاج جلالي؟ بحال بحال. لا بنت الاصل، جميلك توقف عنقي، والحر ما كينسرش اللي سقاه في الضما. قولي لباك الجلالي الضيف راه مشى والرد غادي يوصل. عطاها بالظهر وتم غادي، ركب على عودو وهي كتفكر مريم: اويلي عندك لي يمشي يقول لبا شي حاجه، اختي في الطومه يمشي يوقفها شي نهار غتفضحني غتفضحني. وهي تنطق بالزربه: انا الصغيره، با ما عندي ما نقول ليه، درنا فيك خير، سير الله يعرضك السلامه يا هاد الغريب، ودير الوقر بيني وبينك لا تجي شي مره اخرى. كل واحد فيهم عطى بالظهر وزاد في حاله. مريم بقات غاضه وكتنقر: ويني مصيبه هادي، اش غنقول لبا، اش غنقول ليه؟ السلامه با، راه واحد السيد كان مضروب وبقيت انا وياه في الكوري الراس في الراس، غير باش نداويه. كنداويها با، غير كنداويه، والله تيصحش الجلالي ويدفني حدا ميمونه. دازت يومين، تم راجع الجيلاني من الجامع عيط ليها وقال: وجدوا راسكم الجمعة الجاية جايين كشي ناس بنتي مريم طلبوا يدك، وانا شفتهم ناس مزيانين ديال الجود والكرم و... و- الهمة والشان، وتوكلت على الله وعرسك ليل الجمعين ان شاء الله. وفي داك الزمان ما كاين لا شكون، لا نشوفو يشوفني، صافي مادام باها قال وافق الا وراه جايين يضربوا الصدق نيشان. عادي تقبلت الامر بكل رحابه صدر، ما فكرت لا في الطاهر ولا علاش ما جاش، واصلا ما كانتش كتسنى منه شي حاجه. ومن بعد سيمانه كان الطاهر صيفط واحد من رجالو وعلمو الجلالي بالتحضيرات اللي غيجي واجدين، والدهاز اللي غيجي واجد لعروستو. خلى مريم تعرف باللي باها زوجها لشي واحد من الناس الكبار،
اختها فطومة كانت فرحانة وهي تنطق داوية مع باها وقالت: با، هاد الناس هماوشان، النيت ديال بصح، هادشي زين وثقيل تبارك الله. ايوا علاه بنتي، واش القايد غيخلي مرتو بلا دهاز؟ دارت مريم شافت باها بالزربة. كيفاش القايد با؟ بنتي، راه القايد اللي خطبك. ناضت بالزربة لبيتها، بقات غادا جاية وكتقول: اويلي اويلي، واش با زوج لينا راجل شارف؟ لا لا لا، ما يمكنش، لا لا لا، ما يمكنش يكون شارف بزاف. داز داك النهار ونعسات مريم بوسواسها داك الليله، كتفكر واش بست السيد شارف، غير كتسمع داك قايد كتخيل شي راجل كبير في العمر. ايوا جا اليوم الموعود، تصدم الدوار بموكب ديال الخيل والبارود. السي طاهر جا وجايب معاه اعيان القبيله، دخلوا عند الحاج جلالي للخيمه الكبيره. طاهر بدا الكلام وصوتو كيرن في الخيمه: الحاج جلالي، جينا قاصدين بابك وطالبين بنتك مريم على سنة الله ورسوله. وباها برزانة الشيوخ جاوب: السي القايد، الدار دارك والبنت بنتك، والزين كيكمل بالدين والهمة، وحنا شاريين الرجال قبل ما نشريو الجاه. ايوا تم العرس اللي كان بالطبوريضة وعبيدة الرما. فرحوا الناس، نشطوا وكلاو ومشاو، ومريم حتى هي مشات لدار راجلها. كانت مخلوعة بزاف ومتوترة أكتر من القياس. دخلت مريم لدار القايد أول مرة عروس، انبهرات، وهي اللي أول مرة تلحق هاد الجهة من الدوار. هادي ماشي دار، هذا راه قصر. دخلوها للقصبة لداخل فين استقبلوها النساء والحاجة الشريفة عجوزتها والخدم ديال القصبة، وتوجهوا بها لبيتها جناح القايد الطاهر، تحت زغاريت والصلاة والسلام على رسول الله وصلوا عليه. الحاجة الشريفة قالت: مرحبا بك بنتي، هادي دابا هي داركم، ارتاحي في بيتك وبيت راجلك. ايوا يلاه بنتي نخليك. وخرجوا خلاوها بوحدها. كان بيت كبير، الدخله ديالو بزوج بيبان ديال الخشب منقوشين، الارض مفرشه بزرابي مغربيه اصيله مخدومه باليد، وفراش كبير معمر بالصوف وسط البيت، ومفرش بإزار بيض مخيط ومطرز بالطرز الفاسي باللون الأخضر ملكي، ومخدات ديالو بنفس الشكل. الفوانيس معلقين شاعلين فيهم الشمع، 4 على الحيط اليمين و4 على الحيط اليسار. في الجهة اليمنية من السرير كانوا 5 ديال الصنادق ديال الخشب منقوشين من الكبير للصغير. وفي الجهة اليسرية كانت طبيلة ديال الخشب زوينة بالكرسي ديالها منقوشين نفس النقش، وعليها مراية متوسطة، الكادر ديالها ديال النحاس وحتى هو منقوش. وهي كتستكشف البيت والأول مرة كتحيد مريم الحيك. دخل طاهر وبانت له بقفطان ديال النطع باللون الأخضر ملكي ومطرز بالصقل الذهبي، وخيط الريح على جبهتها، وشعرها المموج الأسود الطويل مطلق على كتافها واصل حتى لفخاضها. أنف صغير وشفايف صغار ومنفوخين مصبوغين بشوية د العكر الفاسي فحالهم فحال حنيكاتها. بشرة بيضاء بيضاء، وعيون كبار، وعلاين سود كيف حور العين، زادهم الكحل سر ملحة، وخصوصا وهي موسعاهم من الصدمة ديالها فاش شافت عريسها هو الطاهر، الراجل اللي عتقات. ودابا عاد فهمات اش قصد بهضرته، وحسات بشي احساس خفيف ضغضغ قلبها. اما الطاهر اللي كان كيسحاب ليه تزوج غير جميل ومعروف، وكان كيقول: انا ما شفت منها غير الستر والشهامه، وبغيت نصونها في داري كيف صنتني في خلايا. بقى مبهوض، قرب ليها كتر، وهو بديك البنيه الضخمه ديالو كيبان يدير منها جوج. هز ليها وجهها بيديه الحرشين وقال بهمس: مريم، كنت كنحسب راسي عتقت روحي، الساعة لقيت راسي صيدت الغزال في كوري مهجور. كنتي خيال في الحيك، ودابا وليتي شمس في داري. مريم ابتسمت ليه بحشمة وقالت: صافي تعادلنا مولاي. لا، جميلك في عنقي حتى نرد الروح بالروح. انا دابا درتك حلالي والقايدة في دواري. ولات مريم للطاهر والطاهر لمريم.
راجل حرش ما عندوش مع الملاغة وتزوق الكلام، ولكن يموت عليها ويا ويلو اللي يخسر خاطرها. لقاها كيف نسمع على قلبه، حنينة وهشيشة ناعمة وعقلها صغير، وخا سنها صغير لبيبة وحكيمة. داز شهر على زواجهم. مريم من بعد ما سالا نهار بدات كتولف على هاد الحياة الجديدة. مشات للحمام اللي في قلب الدار، تحمحمات وحكات جلدها مزيان، ومشققة شعرها بالعشوب والورد والخزامة مهلية فيه باش يبقى قوي وباش يبقى فايح بريحة زوينة. سالات ولبسات منصورية في اللون الصومو والشال على راسها، وتمات غادا لجناحها حتى تلاقات هي والعريفة في الباب، جايبه لها صينية ديال اتاي مناعنع. العريفة قالت لها: بالصحة لالا. الله يعطيك الصحة دادا خديجة، راه قلت ليك قولي لي غير مريم ولا بنتي مريم. دخلات لبيتها من بعد ما مشات العريفة، ارتاحت وشربات كويس داتاي وناضت. لقات شعرها وبدات تمشطو وتخليه ينشف شوية عاد باش تجمعو. هو يتم داخل الطاهر، مشى لوراها فين كانت جالسة على داك الكرسي د الخشب قدام ديك المراية، وفوق ديك الطبيلة كانوا صناديق صغيرة ديال المجوهرات، وحدة فيهم كانت محلولة وفيها عقد ديال الجوهر ديالها اللي كان هداها الطاهر في النهار الثاني ديال زواجهم. حطاه هداها حتى تسالي وتلبسو. تقدم الطاهر حيدها المشطة وبدا يمشط لها شعرها شوية بشوية، وهو يتحنى باس راسها من فوق وشم ريحته اللي كتعجبو وتحمقو وقال: بالصحة. ومريم بابتسامة حشمانة ردت عليه: الله يعطيك الصحة مولاي، نوجد لك الحمام؟ رد ليها الابتسامة وقال لها: لا، بلاتي شوية. هو يمد يدو لبس ليها العقد ديال الجوهر بيديه هاد المرة. ماشي بحال تاني نهار زواجهم، جاب السنادقة وعطاها لها ليديها. صافي مشى جلس في الفراش وناضت مريم كبات الكويس داتاي برزتو ومشات تكمل شنو كانت كدير، وهو كيجغم من كاسو وحاضيها بعينيه كيف الصقر. اليوم ومن بعد عام ديال الايام، مريم ولدات للسي الطاهر الشب اللي كيتسناه. الخدم والحكيمه والقابله دايرين بها وعلى راسهم الام ديالو، غاديين جايين لجناحها. القايد الطاهر ما كانش في القبيله، مشى لقبيله اخرى يفك شي مشاكل ديال الناس، وهو راجع في نص الطريق لقى الرقاص جاي كيجري لعندو يقلب عليه ويعلمو باللي كان. باركوا ليه الخدم ديالو اللي كانوا معاه وحتى الناس العيان. مشى كيسرع بالخيل ديالو لحق يشوفها ويشوف ولدو. دخل نيشان للجناح تحت اعين الام ديالو اللي كانت غير كتميق في عينيها. شافت في العريفه خديجه وقالت: ايوا يلا حتى السلام ما يقولهاش، شحال وحنا معاه نزوجه نزوجه نزوجه، في الاخر مشى جاب دريه صغيره ملعبه على صباع يديها. العريفه سكتات وحنات راسها، وعلاه هي تقدر تهدر يمشي يسمعها ولا شي حد يوصل له الهضره. دخل ومشى لعند لاله مريامه، طلع عليها لقاها ناعسه ولدو كيبكي حداها. فاش سمع صوت بكا ديال ولدو من صلبو، الشب اللي غيحمل اسمه، حس براسو تولد من جديد. هزو بين يديه وخرج لعندهم لقدام الجناح، دلنو في ودنو وسماه صالح. وهو ينطق داوي مع مو وقال: الحاجة فين المرضعة؟ مالها مازال ما جات؟ علاش مشات الحكيمة؟ عيطوا لها قولوا لها تبقى حدا ولدي والقايدة حتى يوليو بخير. لا واه لا واه، ماشي غا هي اللي والدة، وزيدون هادشي باش الصغر زين دغيا تبرا، راه لاباس عليها وها حنا مقابلينها كاع، والولد يرضى حليب محسن ليها ولا لا؟ خليوها ترد صحتها، عيطوا للمرضعة الحاجة. سكتات، ما بغاتش تبقى تلج معاه قدام الخدم، وسكت حتى هو حتى كيسمعوا صوتها كيعيط له بكل عياء: مولاي، مولاي الطاهر. طاهر باقي شاد الولد بين يديه، دخل عندها شافها حالة عويناتها وكتحاول تجلس في بلاصتها، شعرها مطلوق على طولته وفازق من الفوق
قوة العرق اللي عرقات فاش كانت كتولد، اللي كي سالات غير عطاوها رضعات الولد ونعسات في بلاصتها. طاهر بنبرة حنينة دوز يدو على شعرها من الفوق للتحت، وجرى خصلة منو قربها لنيفو، رد بها الروح وقال: ساكنة قلب طاهر. مريم تبسمات بكل الحشمة، ما مولفاش ليه تغزل بيها. مرة ملي كتخرج ليه شي كلمة بلا هواه كتأكد ليها عشقو ليها. سي طاهر، اشنو سميتي ولدنا؟ صالح، الله يكبر على طاعة الله ورسوله، وإن شاء الله يكون رجل صالح حقاني شجاع وسيد قومه. آمين آمين. راه لي نردعو راه سمعتو كيبكي. لا، هي المرضعة جاية، انتي غير ارتاحي يا مريم. جمعات غباشتها وتفكرات حوارو مع مو اللي فيقها وقالت بصوت حنين وفيه نبرة ترجي: عافاك مولاي، انا بغيت نردعو، هذاك راه ولدنا من دمنا ولحمنا، انا قاده ما كاينلاش ترضعو شي وحده اخرى، خليه يحس بيا وبحناني، راه ولدي هذاك. طاهر بقى كيشوف فيها، ما بغاش يخسر ليها خاطرها، وهي نفيسه نطق وقال: واخا، ولكن الا ما قديتيش غنجيبولو اللي ترضعو. الحاجه اللي كانت واقفه هي والعريفه في فم الباب شافت فيها مغوبشه ودارت ليها بعينيها زعما ها اش قلت لك. ناض خرج يشوف يقاد فرح وسبوع ولدو، ودخلات الحاجه الشريفه عند مريم. ايوا، شفتك انتي اللي وليتي تامري وتنهي، كيفاش ولدي غير قلتي ليه المرضعه بلاش ودار بهضرتك؟ مريم بكل ذكاء جاوبتها: الحاجه انا ما كان امر ما كان نهي، انتي هي مولة الري والشوار، وهذه دارك وصوارتها بيدك. السي طاهر ما شاورني، غير فرحت بولدو خلاتو يدير بخاطري، وحيت كيحترم المراه وما كيحقرهاش، حيت مربياه لا لا ومولاتي مرا قاده وعارفه بينها وبين الله. وهانتي تشوفي يا خالتي حتى تعلميني باش حتى انا ولدي صالح يطلع من الذريه الصالحه ان شاء الله. ايوا الحاجه اللي تنفخات وتحلات وعجبها الحال تبسمت بلا هواها ورضات عليها وهي ما راضياش تبين. معلوم، نربيه ونعلمك كيفاش تكبروا، راه حفيدي هذاك الغالي ولد الغالي. الحاجة ماشي ما كتحملش مريم، بالعكس عارفة قصتها وقصة ولدها وباللي عتقاتو وفرحانة بحفيدها الأول، غير كان القايد عندهم كانتو ومقامو قدام الناس، ما كتبغيش هاد الرطوبية اللي كتبان عليه مع مريم يشوفوها الناس ولا يسيقوا لها اخبار. داز 8 شهور، الحاج جلالي بات مريم تزاد عليه الحال وشد الفراش، ومريم كتقيل معه مهولة عليه. واليوم في الصباح طلبات إذن الطهر باش تمشي تشوف باها وختها وتجلس معاه هاد النهار. القايد الطاهر كان مشغول بالموسم والبارود، ما بغاش يخسر ليها خاطرها، وافق. ولكن قبل ما يخرج وصى واحد من المخازنية الشباب اللي كان سميتو عباس، وقال له باش يمشي عند العربي ويقول ليه يرافق لاله مريم لدار باها ومعاهم خديجة العريفة. خديجة هي مرات العربي، ولكن عباس اللي غواه الشيطان وطمع ودار اليد في اليد مع ولاد بن عيسى نسى الأمانة وما وصل الأخبار، بالعكس وصلها للجهة المعاكسة للأعداء ديال الطاهر. فلاش باك، في واحد القصارى ديال الشيخات، عباس معايا الله شوية باش خدم دسروه الفلوس، إوا ولا مرة يسلات ويجي قصار ويتنغم، باقي صغير وشوية طايش. عسو عليه ولاد بن عيسى مزيان حتى قبضوه واحد النهار، دوروه وغووه بالمال وباللي غيعطيوه أرض كبيرة وغيولي من الناس الهمة والشان. زاغ ودار معاهم اليد في اليد. نرجعو لعند الطاهر اللي وسط المحرك، شاف العربي جاي بوحدو كيتبورد تما، قلب القايد 7 تقبض، قرب لعندو الشرار خارج من عينيه. العربي في القايدة وصالح ولدي، واش وصلتيهم دار الجلالي؟ العربي مصدوم ومذهول: والله سيد القايد ما وصلني خبار، انا خبري بهم راهم في القصبة. وفي ذاك اللحظة ما كانش القايد، كان واحد الراجل كيغرق في بحر الخوف كيحس بالارض كتجر من تحت رجليه. طاهر عرف باللي الغدر تحرك،
دار عند الرجال وصاح فيهم بصرخة هزت الجبال: يا خيل الله ركبي، الغدر دق بابي، صالح ولدكم والقايدة تاع دواركم في الخلا بلا حامي. ناض كلشي يسبقوا ويجريو، من رجال ومن أعيان البلاد، يعتقوا لا كاين شي ما يتعتق. كلشي عارف بعداوتهم جميع مع ولاد بن عيسى، وما غوت فيهم الطاهر إلا ورغدر حضر. مريم كانت غادة على فرس شهبة، هازة ولدها صالح اللي عنده دابا 8 شهور، واللي كان ناعس في حمالة من الصوف الملون، لابسة حايك في اللون الأبيض ومغطية وجهها، ومعاها العريفة خديجة اللي معجبة كيفاش القيد ما صيفط معاهم حتى واحد. ومازال ما كملاتش العريفة الأفكار ديالها حتى فجأة خرجوا ليهم ولاد بن عيسى. علال وقف ليهم في الطريق بخنجر كبير في يديه، وضحكة غدارة رسمها على وجهه: لالا القايدة، اليوم غادي نخلصوا القديم والجديد، الولد غادي يمشي معانا باش الطاهر يعرف باللي العز كيمشي فرمش عين. خديجة بدات كتغوت، ولكن مريم بنت الجبال نزلت من فوق الفرس ديالها اللي خاف وبدا كيحاول يطيحها. جبدت خنجر كانت مخبيها تحت الحيك، وحطات ولدها وراها من بعد ما كان قدامها. وفي ديك اللحظة فهمات مطرة، ما بقاتش ديك البنت الصغيرة الناعمة، عينيها صغار بحال عينين الأفعى، ويدها مزيرة على القبطة ديال العرعار ديال الخنجر بقوة. قالت لهم: ولدي ما ياخدو غير اللي باغي نشرب من دمه. ولاد بن عيسى ما تكونوش شمايت، واش ما قديتوش على السبع وجيتو الوليات؟ هجم عليها واحد منهم وحقرها حيت مرة، ولديك الحقرة والعدم تركيز وكتر معاها هجمات مريم وردت عليه بخفة غريبة شوية وشرطت ليه وجهه. ما عرفهاش كي دارت، بدات المعافرة. مريم كترجع للور وكتحاول تهرب، وكل ما يهضروا باللي غيديو ولدها كيزيد فيها السعر. تهدت وما بقى ليها جهد. العريفة اللي جات دافع عليها ضربها وخلاها مضروبة طيحة حداها. وفي آخر لحظات مقاومتها علال اللي يلاه قرب يشد مريم من شعرها، زيرات على ولدها والحيك باقي مزير على وجهها كيبانوا غير عينيها، وقالت ليه: ولدي نموت وما نخليكمش تديوه. ومع كملت هضرتها والساعات عينيها وهي كتشوف مور ظهر علال من بعيد بانت العجاجة وصوت حوافر الخيل كيزلزل الأرض. طاهر وصل وشاف مريم معافرة والدم في يديها، حيكها البيض ولا كله غبرة، والولد كيبكي والعريفة طايحة. نقز من فوق العود وهو كيجري، ماشي كقيد بل كراجل كيشوف روحه وشرفه كيتهان. يا ولاد الحرام والله لا بقات فيكم الروح. نطق وهو كيغوت. طاهر دخل فيهم طحنة وحدة، العربي والرجال تكلفوا بالباقي، والطاهر مشى نيشان للعلال. كيفاش يتجرأ ويقرب لمرته شرفه وولده، شنق عليه من عنقه حتى بغى يخرج ليه الروح. ولكن مريم واخا في هذيك الحالة قربت ليه وقالت بصوت وازن: مولاي الطاهر، ما توسخش يدك بدم الشمايت قدام ولدك، خليهم من الحق والقانون. والقبيلة كاملة شافت غدرهم. طاهر فحال وقداتهم ديك الغمامة اللي كانت نازلة على عينه، فكر مع راسو: عندها الحق، واش غيجي ويموت؟ واش اللي تطاول على سيادو شرف الطاهر وكبتو يجي ويموت بهاد السهولة؟ لا ثم لا. طلق منه وهو كيتوعد ليه بانتقام يليق به. سكت ليهم بزاف، شحال من مرة كيقصدوه وهو كيطيح معاهم راجل لراجل، حسبهم رجال، ولكن باش يدوزوا لمراتو وولدو لا 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 لا. خاصهم يكونوا عبرة لمن لا يعتبر. بعد ما تربطوا ولاد بن عيسى وتصاقوا بحال النعاج المشيخة، طاهر قرب لمريم، هز ولدو وباس ليه راسو، ودار المريم اللي كانت كتجمع وقارها وحيكها ومسح ليها جرحها بطرف من سلهامو. قال ليها بكلمات تقال: مريم يا مريم، كل نهار كنزيد نعرف باللي الله عطاني كنز ماشي غير مرأة، وقفتك اليوم تسوى عندي قبيلة ديال الرجال. مريم شافت فيها بنظرة فيها العز وبغات تخفف عليه باش ما يمشيش يرجع لعلال، وقالت: سيد القيد،
اللي عتقاتك في الخلا بلا ما تعرفك، ما تخممش ليها وهي مراتك، وحنا ربعضياتنا في السراء والضراء. والغدار عمرو يصيب، ومول النية ديما رابح. قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ونعم بالله. ركبها الطاهر على خيلو، وهي هزة ولدها قدامها، وركب وراهم وزاد بهم القصبة. تنهد وقال: يدوز اليوم وغدا ان شاء الله يجيو باك واختك يسكنوا معانا، وهاد المره ما غنخيروش، وكنظن لا سمع هادشي غيجي بلا ما يقول لها هاد المره. حركات له راسها باه. وصلوا للدار، دخلوا لقاو الحاجه الشريفه كتمشي وتجي تمشي وتجي مهوله عليهم. غير بانوا لها داخلين وهي تخطف حفيدها من يديهم، تعنق فيه وتعاود وتشم ريحته، وتقدمات عنقات حتى مريم وطبطبات عليها وقالت: مراه وقاده يا بنيتي، هكا يكونوا بنات دار المخزن. الله ينصرك ويحفظكم ليا انتي ووليدي وحفيدي يا ربي. مريم فرحت بزاف بخوفها عليها، مولفها صارمه معاها. امين خالتي امين. خدات عندها الولد وجات داخله وهي تسمعها كتهضر مع الطاهر، وقالت له وهي راجعه لصرامتها المعتاده: هاد المره ما كاين سماح، اللي تطاول على سيادو خاصو العقاب، واللي دار الذنب يستاهل العقوبه. ايوا ها، قالهم غير يدخلوا قلب دارنا يديروا فينا ما بغاو. ماشي هاد المره الحاجه، ماشي هاد المره، قالها هو كيحرك راسو بزعما لا. خلاها وزاد الفين رابطين ولاد بن عيسى. ايوا اللي عنده شي عدم صحيح راه ما بقاش، واللي كان عنده شي وجه راه تمحى. فرشخهم فرشخهم وما تهنى. فين ما يتفكر باللي تعرضوا لمرتو وولدو يزيد يجعر، حتى قرب منه العربي وفكروا باللي غدا المحاكمه، وكاع القبايل غيحضروا، يخلي فيهم غير شي شفرتوته ومن بعد يتكلفوا بهم. المحاكمه في داك الوقت ما كانش غير اوراق ومحاضر، كان جماعه وهيبه، وكلمه الراجل كتقطع بحال الموس. القايد الطاهر قرر يخلي هذه المحاكمه تكون عبره، باش حتى واحد ما يفكر يقيس حرمه دار القايد او لا يغدر بالعهد. تجمعوا اعيان القبايل وشيوخ الزوايا في المرح. الكبير قدام دار المشيخه، القايد الطاهر جلس فوق كرسي عالي، لابسه جلابه من المليفه البيضاء وسلهام اسود كيعكس صرامه وجهه في هذه اللحظه. المخازنيه واقفين بالبنادق، ولاد بن عيسى مربوطين بالحبال دليلين والراس ديالهم في الارض، قدام كاع الناس اللي كانوا كيشوفوا فيهم بالاحتقار. قبيلتهم وناسهم حتى هما حاضرين، باش ما يبقوش متيقين باللي ولادهم هما المظلومين والطاهر هو الظالم. طاهر اللي بدا الكلام بصوت فيه واحد الرنة ديال الغضب المكتوم: يا شيوخ القبيلة ويا عيال البلاد، الأرض اللي حنا فوقها ما كتهز غير المرضي والحر. ولاد بن عيسى غدروا في الظهر وهجموا على العرض في غياب الرجال، واليوم الكلمة ليكم، واش هادو باقيين يستحقوا يشربوا من مانا وياكلوا من زرعنا؟ واحد من الشيوخ، راجل لحيته بيضة فحال الثلج، وقف وقال: السيد القايد، اللي غدر بالمرأة والطفل غدر بالقبيلة كاملة، هادو برانيين على شيامنا، ونفيهم من الارض نفيهم من الارض، هذا هو دواهم. وحكم الطاهر بالجلاء، يعني الرحيل من القبيلة ومصادرة الأراضي، وهذه عندهم هي أقصى عقوبة. من بعد ما كانوا كيتقاتلوا باش يجيبوا شي أرض واحدة أخرى، صدق محيد لهم كل شيء، وكل شيء موافق على هذا القرار. سلاو منهم ودازوا العباس. عباس يا عباس المخازني اللي دار يدو في يديهم، كان مربوط حتى هو وكله ضرابي كيترعد. طاهر عيط عليه وقرب ليه حتى ولا عينيه في عين عباس، وهو يقول ليه بواحد الصوت هادئ ولكن كيخلع: عباس، المكحله اللي كتهزها يد قبل ما تهزها كتاف، انت ضيعتي الامانه وضيعتي حياة اللي كان مفروض تحميهم بالروح وبالدم. المخزن ما كيهز غير اللي قلبه فايق قبل عينيه،
والوفا والرجلة هما ساسو، والعقاب ديالو كان هو التحريدة. حيد ليه الرزة والسلاح قدام كل شي، وجرى عليه من سلك المخازنية، ونفاو حتى هو من بلادهم باش يبقى عبرة لكل واحد خاين. فاش سالا هاد الصداع كامل دخل طاهر للرياض، لقى مريم جالسة في السطوان كتمسح لولدها بالمزهر وهو ناعس في المهد الخشبي ديالو المنقوش. قرب ليها بحنان، حط يدو على كتفها وقال ليها: مريامة، اليوم الأرض تنقات من الخبط، ولكن قلبي مازال ما براش من الخوف عليك. مريم هزات عينيها فيه وابتسمت له واحد الابتسامة خفيفة وقالت: طاهر، اللي مكلف به ربي ما كيضيعش. انا بنت هاد الدوار، والشدة ما كتزيدني غير قوة. المهم هو ان الراية بقات مرفوعة والخيمة بقات ملمومة. تبسم ليها واحد ربع ابتسامة وعاود جمعها: باك واختك راه قربوا يوصلوا، وجدتي ليهم بيوتهم. نطقات بفرحة كبيرة وقالت: دابا غنبقى نشوفهم كل نهار. الله يكتر خيرك مولاي، والله كان بالي مشطول معاهم. با راجل كبير وعيان، واختي على قد حالها، ودابا قلبي وخاطري تهناو. مرحبا بهم، شحال هادي بغيناهم يجيو غير باك الله يهديه. باقيين كيهضروا حتى دخلوا باها واختها، وشحال فرحات بيهم ورحبات بيهم، ودات لكل واحد لبيتو ومشات لجناحها. دخلات، بان ليها الطاهر يلاه دخل وغيحيد سلهامو. تقدمات لوراه ومدات يديها تعاونو يحيد السلهام. دارت شافت فيه هو اللي من البارح وهو عاقدهم، مازال ما بردات ليه ولا بغات تصرط ليه. كيشوفها هي اللي مبسمه ودراسها كيبانو وعينيها كيلمعو. ابتسم بلا هواه، غير حيت شافها ضحكه وقال: قد هكا فرحتي بداركم جاو، وقد هكا فرحتك فرحاتني يا مريم. جلس فوق الفراش وجلسات حداه، مد يدو نزل لها الشال حتى بان شعرها الاسود ضفاير. تحنى باس راسها من فوق وشم ريحة شعرها اللي كتعجبو وتهدئو، الحركة اللي كل مرة فاش كيديرها زهرة كتحس بالفراشات في كرشها. مريم ما بقاتش غير الزوجة اللي عتقت القيد، ولات هي المستشارة ديالو، ولا كياخد رأيها في بزاف ديال الأمور. والسر اللي بدا في كوري مهجور تحول لأسطورة كيتعاود ما بين العيالات في الحمام وفي السطوحة ديال ديورهم، على المرأة الحرة الغرة اللي حاربت دياب الخلا باش تحمي الشيب القايد. وهكذا من كوري مهجور وسط الجبال تولد عشق ما هزاتو لا فتنة ولا غدر. قالوا الناس زمان: المرأة الحرة إلا حبت كتولي وطن. ومريم كانت وطن طاهر وقلب قبيلة كاملة. النهاية كانت هنا راوية لاند. بنات، شوفوا، البنات كاملين اللي كيعرفوني راكم عارفين واحد عاد كيكون بادي كيصيفط الفيديوهات ديالو للناس المقربين ليه ما كاينش بزاف، والبنات اللي كيعرفوني واللي ما كيعرفونيش وكيدخلوا كيتفرجوا في الفيديو ديالي وكيكملوه حتى الاخر، كيديروا لايك وكومونت وكيبارطاجيو مع شي صحاباتهم ولا شي حاجه، وكيبغيو يدعموني سواء كيعرفوني سواء ما كيعرفوني. شوفوا، شكرا لكم بزاف 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 بزاف، والله شكرا لكم بزاف. عرفتو ما تقدروش تصوروا الخدمه، زعما شي حاجه اللي كتعجبني انا، كتعجبني الكتابه بزاف، ولكن شوفوا هادشي فيه الخدمه وفيه العيا ومع رمضان والله. ولكن ملي كنشوفكم زعما شي وحدين كيكومونطيو وشي وحدين كيديروا لايك، والله الا كتفرحوني. زعما كنلقى واحد شويه ديال لي فيو كنقول زعما صافي، زعما راني مزيان، راني غادا مزيان. شكرا لكم بزاف، والله كنشكركم وما عرفتش كيفاش نشكركم. المهم ما عرفتش شنو نقول. صراحة حشموني شي بنات في الميساجات كيدخلوا عندي وكيقولوا لي تبارك الله، ما كنعرفهمش دابا واحد جوج بنات ما كنعرفهمش دخلوا قالوا لي تبارك الله عليك، لا غير كملي، لا غير بقيتي تحطي لنا، فهمتوا؟ فرحتوني بزاف والله، غتكونوا دابا كتسمعوني البنات، فرحتوني. شكرا 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 لكم من القلب والله العظيم.